بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده باذن الله مشروع لذيذ جدا بالكروشيه، وهو تريندي جدا ومناسب للصيف والمصايف. تقدري انك تستخدميه معاكي في المصيف او كمان مناسب للخروجات بصفه عامه. تصميمنا النهارده سهل وبسيط جدا، وتقدر اي بنوته مبتدئه في شغل الكروشيه ان هي تنفذه معانا النهارده باذن الله بكل سهوله. هنعرف مع بعض دلوقتي الخامات والادوات اللي هنشتغل بيها. عايزاكم بس لو بتشوفونا لاول مره ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كمان لو الفيديو عجبك ما تنسيش تسيبي لي رايك في الكومنتات وتقولي لنا بتشوفينا من انهي بلد. اما بقى بالنسبه للخامات والادوات اللي اشتغلنا بيها النهارده، فانا اشتغلت جسم الكلاتش نفسه بخيط مكرميه وقطن زين. تقدري تشتغلي باي خيط مناسب بالنسبه لك، وهنشوف دلوقتي هنشتغل مع بعض تفاصيله ازاي. وبالنسبه للوحده اللي انا اشتغلتها، وحده العين اللي اشتغلتها على الكلاتش، تقدري تشتغليها بخيط قطن او خيط صوف. انا اشتغلت النهارده بخيط هيمالايا افريداي. تقدري تشتغلي بخيط قطن وتقدري تغيري في الالوان زي ما انت حابه. يلا نقول بسم الله ونبدا نشوف شغل مع بعض على طول. اول حاجه بقى هبدا اعملها، هبتدي ان انا هشتغل جسم الكلاتش نفسه. وانا دلوقتي هعمل عقده بدايه وهشتغل 30 غرزة سلسلة. 1 2 3 4. هكمل 30 غرزة سلسلة وارجع. بعد ما بخلص ال 30 غرزة بطلع سلسلة ارتفاع، وبشتغل على كل غرزة بتقابلني غرزة حشو. طبعا بسيب غرزة الارتفاع مش بشتغل عليها اي حاجة، بروح رايحة على الغرزة اللي بعدها على طول وبشتغل غرزة حشو. بفضل ماشية السطر ده لحد الاخره كده بغرز حشو ثابتة، غرزة في كل غرزة بتقابلني لحد ما اوصل عند اخر غرزة في السطر. اكمل السطر وارجع لكم. اشتغلت كده بغرز الحشو، جيت عند اخر غرزه في السطر، واخر غرزه دي بشتغل فيها في نفس المكان 5 غرز حشو عشان الشغل يلف معايا، واشتغل على الجنب التاني بتاع السلسله. 1 2 3 4 5. هلاقي ان الشغل خد معايا دوران كده، هبتدي ان انا اشتغل على الجنب التاني بتاع السلسله بتاعتي، واخد طبعا طرف البدايه معايا كده واقفله وانا شغاله. والجنب التاني هعمل نفس الحاجه، همشي على كل غرزه بتقابلني غرزه حشو واحده بس لحد ما اوصل للناحيه التانيه بالشكل ده كده، ثابت غرزه في كل غرزه. همشي على الجنب التاني بتاع السلاسل ونيجي عند اخر غرزه ونكمل. خلصت كده الشغل على الجنب التاني بغرز الحشو، جيت عند اخر غرزه هنا كده في ظهر اول غرزه كنت بدات بيها، هبتدي ان انا اشتغل 4 غرز حشو. طبعا الغرزه الاولانيه دي انا بشتغل في ظهرها تعتبر الرقم 5، فانا هنا كده هشتغل 4 غرز بس. 1 2 3 4. والغرزه الخامسه اللي هي اللي بدات بيها، يبقى انا كده عندي في كل جنب من الجوانب 5 غرز حشو. انا مش هقفل السطر منزلق ولا اي حاجه، انا هشتغل الشغل كله حلزون داير ما يدور. فتقدري تحطي علامه عند بدايه السطر او تقدري تشتغلي على طول. انا بصوا هي القاعده بتاعتي كده خلصت على كده، يعني انا مش هعمل تزايد ولا اي حاجه تاني. انا كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه حشو واحده بس طول الارتفاع بتاعي لحد ما اوصل المقاس اللي انا محتاجاه. هبدا الاقي ان الشغل بيلم معايا كده وبيقوس، وهو بيطلع بالجوانب بتاعته لوحده. يعني انا مش هعمل اي تزايد تاني في القاعده. فممكن تحطي علامه بس عشان تعرفي بدايه السطر بتاعك فين، او بعد كده بعد ما تشتغلي تبقي متاكده ان الجزء اللي قدام قد الجزء اللي ورا. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ زي ما قلنا همشي على كل غرزه بتقابلني غرزه حشو واحده بس لحد ما اوصل للارتفاع المطلوب. طيب انا اشتغلت في الكلاتش بتاعي كام سطر؟ اشتغلت 22 سطر ثابت. طول ما انا شغاله كده غرزه في كل غرزه انا هلاقي الشغل معايا طلع لوحده وكمل، وافضل شغاله لحد ما اوصل المقاس اللي انا محتاجاه. حابه تزودي طبعا انت عن كده براحتك، حابه تقللي براحتك. تمام بالشكل ده كده. وهيجي برده عند الزاويه عند الجنب التاني، وكل غرزه بتقابلني بشتغل فيها غرزه واحده بس، مش هعمل اي تزايد او تناقص ولا اي حاجه. الزاويه كده كل غرزه بشتغل فيها غرزه واحده بس. هلاقي طبعا ان الجوانب الشغل بتاعتي هي اللي اتكونت لوحدها وانا شغاله بالشكل ده كده. طبعا الشغل بيقلب كده لجوه، دي مش بتبقى عدله الشغل. يبقى انا بعد ما بشتغل بقلب الشغل بتاعي كده واعدله، وابدا اشتغل السطور بتاعتي كلها، وافضل بقى اشتغل لحد ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. بيبقى كده خلصنا جسم الكلاتش نفسه. هو طبعا سهل وبسيط ما بياخدش مننا اي وقت. دلوقتي بقى نشتغل مع بعض شكل العين اللي هنثبتها عليه. اول حاجه بقى هبدا اعملها، انا هشتغل جوه دايره سحريه. هدخل كده بالابره وهسحب الخيط وهطلع سلسلتين ارتفاع. بعد كده هشتغل جوه الدايره السحريه دي 12 عمود بلف. 1 2 3. وبكمل جوه الدايره دي لحد ما بخلص ال 12 عمود. طبعا وانا شغاله جوه الدايره السحريه لازم اخد طرف البدايه ده معايا واشتغل عليه كله، عشان ده اللي بسحبه في الاخر وبقفل بيه الدايره السحريه. اخلص ال 12 عمود وارجع لكم. خلصت كده ال 12 عمود، هسحب بقى طرف البدايه ده عشان اقفل الدايره السحريه.
وهقفل بغرزة منزلقة في راس اول عمود انا اشتغلته. تمام كده. السطر الجديد هطلع سلسلتين ارتفاع، وهبدا ان انا هشتغل في كل غرزه بتقابلني غرزتين عمود. سلسلتين ارتفاع مش حاسباهم معايا في العدد بتاع العمدان، هو مجرد ارتفاع في السطر ده. وكل سلسله بقى هتقابلني، كل غرزه هتقابلني هشتغل فيها 2 عمود بلفه، يبقى السطر ده هيخلص معايا على 24 عمود، كاني بعمل تزايد في كل الغرز. كده انا خلاص خلصت ال 24 عمود عندي. دلوقتي هقفل بغرزه منزلقه، بس انا المره دي هغير لون، فمش هسحب نفس اللون ده، انا هجيب اللون الجديد. هدخل بالابره كده، هجيب اللون اللي انا هشتغل بيه ولا هبدا اوصله، واسحب اللون الجديد من ظهر الشغل. بربط الطرفين دولت مع بعض. تمام. هبدا بقى في السطر ده هكون شكل سحبه العين اللي بتبقى في الجنبين. فانا كاني بقسم الدايره بتاعتي دي على نصين. انا عندي طبعا 24 غرزه، هشتغل فوق على 12 غرزه وتحت على 12 غرزه. طيب انا دلوقتي على ال 11 غرزه الجايين هبتدي ان انا هشتغل فيهم ايه؟ هشتغل فيهم عمود فيها غرزه فيها عمود واحد، والغرزه اللي بعدها فيها تزايد في ال 11 غرزه الاولانيين. هنشوف مع بعض ازاي. هنطلع سلسلتين ارتفاع، ودول زي ما قلنا كده ارتفاع في السطر، وهشتغل في اول غرزه عمود واحد بس. انا ممكن احط علامات احدد بيها البدايه والنهايه، مفيش مشكله، او ممكن اعد وانا شغاله كده. يبقى ده كده اول عمود عندي في السطر، في واحده بس، الغرزه اللي بعدها فيها تزايد، يبقى انا كده اشتغلت في غرزتين. اللي بعدها فيها عمود واحده بس، دي كده الغرزه رقم 3. اللي بعدها فيها تزايد، واكمل لحد ما اخلص ال11 غرزه بنفس الطريقه، واحده فيها عمود واحده بس والتانيه فيها تزايد. اشتغلت كده في 10 غرز، والغرزه رقم 11 اهي فيها برضو عمود، يبقى انا كده عديت اهو 11 غرزه، غرزه فيها عمود وغرزه فيها تزايد. دي كده بقى الغرزه رقم 12 هبتدي ان انا اكون فيها السحبه بتاعه العين. هشتغل فيها ايه؟ هشتغل فيها عمودين، واحد والعمود التاني. بعد كده هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهرجع تاني في نفس المكان في نفس الغرزه، وهعمل عمودين كمان، واحد والعمود التاني في نفس المكان بالشكل ده كده. يبقى انا كده يعتبر اشتغلت على 12 غرزه. هكرر نفس اللي عملته ده في الجنب التاني، غرزه فيها عمود واحد بس، والغرزه اللي بعدها فيها تزايد، يعني عمودين في نفس المكان. الكلام ده هشتغله على 11 غرزه، غرزه فيها عمود وغرزه فيها 2 على ال 11 غرزه اللي هيقابلوني. ولما نيجي عند الغرزه ال 12 نيجي نشتغلها مع بعض. اشتغلت كده اهو على 10 غرز، ودي الغرزه رقم 11 الدور على عمود واحد بس. الغرزه ال 12 بقى هعمل فيها زي ما اشتغلت الجنب التاني، هشتغل فيها عمودين، العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان. بعد كده هعمل 3 سلاسل، وارجع في نفس المكان تاني في نفس الغرزه اشتغل عمودين تاني، العمود الاول والعمود التاني. وبعد كده هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود بالشكل ده كده. هاخد غرزه تثبيت وهقص الخيط عشان هغير اللون. دلوقتي بقى هوصل اللون الاوف وايت، وهبدا فين بقى؟ هبدا في اول عمود هنا كده عندي من بعد الفراغ، هبدا اوصل الخيط في اول عمود. دلوقتي كده السطر اللي فات خلص معايا على 40 غرزه عمود، عشان بقى متاكدين من العدد واحنا شغالين. هوصل كده الخيط، وابدا ان انا اسحب واطلع سلسلتين ارتفاع للسطر الجديد، وهعمل اول عمود هنا. السطر ده همشي كالاتي، هشتغل 4 غرز عمدان، بعد كده غرزه تزايد. ادي كده اول عمود يعتبر، واحد، ادي كده التاني، 2 3 4، يبقى انا بشتغل 4 عمود. وبعد كده في الغرزه رقم 5 بشتغل تزايد، بعمل عمودين في نفس المكان، العمود الاول والعمود التاني، وبكمل السطر كده لحد الاخر، لحد ما بوصل عند الزاويه اللي انا بكونها. بشتغل 4 عمود، بعد كده غرزه تزايد. خلصت كده زي ما اشتغلنا 4 تزايد. ده كده هنا كده الغرزه دي فيها اخر تزايد عندي قبل ما اوصل الفراغ. في الزاويه دي بقى ابتدي ان انا اشتغل فيها عمودين، العمود الاول العمود التاني. بعد كده هعمل 3 سلاسل،
وارجع تاني في نفس الفراغ واشتغل عمودين. وهمشي بقى على الجنب التاني بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها هنا كده. بشتغل 4 عمدان، بعد كده غرزه تزايد ابتداء كده من اول غرزه بتقابلني فيها اول عمود. 1 2 3 وباخد طرف البدايه ده بفنشه معايا وانا شغاله. 4 بعد كده بعمل غرزه تزايد، بعمل في عمودين في نفس المكان وبكمل لحد ما بوصل للجزئيه التانية بنفس الطريقه. هخلص وارجع لكم. اشتغلت الجنب التاني كده كله 4 تزايد لحد ما وصلت في الفراغ، والفراغ ده هشتغل فيه زي الجنب التاني، هشتغل فيه عمودين، بعد كده 3 سلاسل، بعد كده هرجع اعمل عمودين تاني في نفس المكان. وهقفل بغرزة منزلقة في راس اول عمود، غرزة تثبيت واقص الخيط عشان هغير اللون. دلوقتي بقى هرجع تاني للون الاسود، وهبدأ ان انا اوصل في اول غرزة بتقابلني هنا كده من بعد التزايد ده في اول عمود. هدخل بالابرة كده وابدأ ان انا اسحب الخيط واشتغل واحدة ارتفاع كده، واشتغل في نفس المكان ده غرزة حشو. دي كده اول غرزة معايا. تمام. هشتغل السطر ده ازاي؟ هشتغل 13 غرزة حشو وبعد كده غرزة تزايد. دي كده اول واحدة، 2 3 4 13 دول بيبقى كل واحدة فيهم واحدة بس. خلص ال 13 وارجع لكم. عملت كده ال 13 غرزة. الغرزة دي هشتغل فيها غرزة تزايد كله بغرزة الحشو في السطر ده، وهكمل هكرر مرة كمان. هشتغل 13 غرزة حشو وفي اخر غرزة هيكون عندي فيها غرزة تزايد. خلصت كده 13 غرزة حشو، ودي اخر غرزة عندي في السطر او في الجنب ده هشتغل فيها تزايد. وهاجي بقى في الفراغ اللي انا بكونه ده هشتغل فيه 2 حشو، بعد كده غرزتين سلسلة، وهرجع اشتغل 2 حشو تاني في نفس المكان. وهشتغل بقى على الجنب التاني نفس اللي انا اشتغلته هناك في الجنب الاول بنفس الطريقة. 13 غرزة حشو بعد كده تزايد. المجموعة دي هتتكرر معايا مرتين، 1 2 وافضل اشتغل 13 واعمل تزايد واكرر مرة كمان 13 وتزايد. وفي الزاوية التانية بشتغل زي ما اشتغلت هنا 2 حشو سلسلتين، 2 حشو في نفس المكان، وبقفل السطر. اخلص وارجع لكم. اقص كده شراشيب بالمقاس اللي انا محتاجاه، وهبدأ ان انا اشبكها من جنب واحد زي ما بركب شراشيب الكوفية. بدخل كده بالابرة في الغرز واسحب واركب الشراشيب بتاعتي. انا هعمل واحدة اسود وواحدة باللون اللي هو الازرق او البيبي بلو ده. بدخل كده من تحت في الغرزة وهمشي بقى كده الجنب كله واحدة وواحدة، واحدة باللون ده واحدة باللون التاني لحد ما اوصل الجنب ده للزاوية دي وللزاوية دي. خلاص بقى شراشيب ونشوف شكلها في الاخر بقى عامل ازاي. وده كده هيكون الشكل النهائي للشنطه بتاعتنا او الكلاتش بتاعنا بعد ما خلص. احنا بس بنثبت الوحده اللي احنا اشتغلناها على الكلاتش اللي اشتغلناه في اول الفيديو. طبعا تقدري تتحكمي في المقاسات والابعاد، وتقدري تعملي من نفس التصميم ده شنطه اكبر شويه او كلاتش زي ما احنا اشتغلنا مع بعض النهارده. وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم منه. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه وتشوفوا بقيه الكلاتشات وبقيه التصاميم اللي اشتغلناها للصيف، واستنوا فيه تصاميم وافكار كتيره جايه باذن الله هنشتغلها مع بعض. نتقابل على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.